حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعلكم النهارده في فيديو جديد، وهشارك معاكم النهارده نواعم العيد بتاعتي بتاعت كل سنه. دي طريقتي المعتمده، بعملها كل سنه وما شاء الله اللهم بارك، حاجه بتطلع تحفه، ودي بشهاده الكل بصراحه. واهم حاجه واهم من ده كله شهاده جوزي في الموضوع ده، وولادي بيعجبهم الحاجه جدا، وبصراحه بتبقى احسن من المحلات، وبتقدري تتحكمي في الكميه اللي انت عاملاها، والمكونات كمان بتضيفي اللي انت عايزاه، واللي انت مش عايزاه ما بتضيفوهوش. فبالنسبه لك بيبقى العمايل في البيت افضل بكتير. انا عارفه ان انا متاخره عليكم، بس في ناس لسه برضو بتعمل شغاله في الحاجات ديت. فانا عشان كده نزلت لكم النواعم كلها اللي انا عملتها النهارده ان شاء الله. الكحك اللي هو مقفول بالملبن، وكمان عملت البسكوت، وعملت كمان شكلمه وبيتي فور. فنزلت لكم الاربع حاجات دولت في الفيديو. باقي لي بس الغريبه، والغريبه بتبقى سهله جدا، وممكن يعني مش اكيد ان انا ممكن اعمل لهم كوكيز لانهم هم طلبوه مني. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. والناس اللي مش مشتركه عندي في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار. واهم حاجه اللايك التفاعلي على الفيديو. اول حاجه معانا النهارده هنبدا بيها الكحك. وهنا بقى معانا سمنه جنه النيوزيلندي، ريحتها بتبقى بصراحه تحفه، وهنضيف لها كمان سمن بلدي. بصوا هنا بوريكم ان الصفيحه فتحت ايدي، بس كنت عند ماما وانا بعمل الكحك عند ماما. الحته ديت حاميه قوي. هنا بقى خدت بالظبط كيلو سمن، وزنت كده على الميزان عندي كيلو سمن، وضفت عليه حوالي ممكن يكون 100 جرام من السمن الفلاحي، السمن البلدي بقى. وفي مثلا بيحب يحطوا روايح السمن البلدي، بس انا كان عندي سمن بلدي فحطيته. لو عندك سمن بلدي حطي. هنا معانا الملبن ومعانا السمسم، وهقول لكم كل حاجه ومقاديرها. وطبعا معايا خميره، انا بحب اعجن بالخميره البيره ومش بحط كميه كبيره. ومعايا طبعا السكر البودره. هنا معايا بالظبط هعمل 2 كيلو من الكحك. تمام. هيحتاجوا معايا كيلو من السمن، يعني كل كيلو عليه نص كيلو من السمن. ولو انت بقى عايزاه ناعم اكتر هتضيفي مثلا زي ما يعني شويه صغيرين زياده كده من السمن، حوالي مثلا 5 معالق او 6 معالق من السمن. انا طبعا ضفت اللي هي السمن الفلاحي ده عليها. وهنا بنزل بقى بالسمسم، ونزلت ب3 معالق من السكر البودرة، باكيتين فانيليا كده، واديتهم تقليبة كويسة قوي. وطبعا الخميرة البيرة معايا انا حطاها كده مختبراها على جنب في مية دافية. وهنا كمان معايا بيكنج باودر. البيكنج باودر بقى حطيت الباكت بحاله كله على 2 كيلو، هيطلع معاكي الكحك تحفة. وهنا بنزل بقى بالسمن كده. طبعا السمن بتاعي سخن، هحاول ان انا اقلبه بسباتيولا ولا اي حاجه. واهم حاجه في الكحك ان انتي تبسسي الكحك كويس قوي، اهم من اي حاجه. هنا طبعا السمن معايا سخن، فطبعا حاولت ان انا اقلب كده بالسباتيولا، علشان ما كنتش بصراحه مستحمله الحراره. قلت عبال ما يهدى شويه ويبرد. زي ما قلت لك اهم حاجه ان انتي اقل حاجه خالص 10 دقايق تبسي فيهم الكحك بين ايديكي كده، وتبداي بقى تبستي كويس. يعني المفروض ما يقلوش عن 10 دقايق، هما ربع ساعه بالظبط. تبداي بصي اسرحي كده واذكري الله وسمي الله على حاجتك كده، وافضلي كده اذكري الله. واحنا طبعا في ايام مفترجه، عايزه بجد اخلص نفسي بجد، مش عايزه بقى اتعكي زي كل سنه لحد يوم الوقفه كده افضل ازين في بيتي فور واروق في بيت. عايزه اخلص نفسي بجد. بس الحمد لله الحمد لله ان انا انجزت يعني شوط كبير، وخلصت شبه خلصت حاجتي. فبالنسبه لي الموضوع بقى حلو جدا. هنا بقى هبدا كده معاكم ابست الكحك كويس قوي. ده اهم خطوه، اهم من اي حاجه. يعني هتلاقي بقى الكحك معاكي كده دايب، خصوصا الناس اللي بتحب الكحك ناعم كده ودايب. المقادير دي ما شاء الله اللهم بارك، زي ما قلت لكم معتمداها انا كل سنه. انا بقالي 3 سنين بعمل، معتمده المقادير دي، وما شاء الله بتطلع معايا مظبوطه. هنا هنزل بالخميره. انا معايا معلقه خميره بيره كبيره. تمام. بحب اعجن بالخميره البيره، ومفيش مشكله لو انت عايزه تعجني بالخميره الفوريه. هنا ال2 كيلو كحك هياخدوا معايا بالظبط حوالي 1.5 كوبايه من الميه او ازيد شويه، على حسب العجينه ما تلم معاكي. طب انا هعرف ان العجينه لمت معايا ازاي؟ ان انت هتمسكي العجينه تعمليها كوره وتبطيها بايديكي كده. لو لقيتي العجينه شققت منك يبقى العجينه لسه محتاجه ميه. العجينه لازم تكون طريه معاكي. الناس اللي بتعمل الكحك وبعد ما تعمله تفوجئ ان هي بعد ما تسويه الكحك شقق منها كله، فده بالتالي محتاج سوائل شويه.
محتاج ميه. انت ممكن تعملي الكحك بلبن مفيش مشكله، ممكن تضيفي لبن. فمعاكي بالظبط لل2 كيلو دولت من كوبايه ونص ميه لحوالي 2 كوبايتين ميه، اللي هما الصغيرين اللي انا عامله بيها دي، يعني حوالي كوبايه ونص من الشوب. هتشوفي العجينه معاكي، انت هتحسيها كده. لو حسيتي ان العجينه وانت بتكوريها كده وتبطيها بايدك مشققه، يبقى هو محتاج ميه. وكل ما العجينه كانت ما بتشققش معاكي هتطلع افضل. هنا طبعا انا عملت الكحك وركنته، لان انا هعمل الكحك والبسكوت ورا بعض. وهنا بقى معايا 2 كيلو من الدقيق. تمام، ده عجينه بقى البسكوت. 2 كيلو من الدقيق، اديتها كده رشه ملح. وطبعا على الكحك برضو اديت رشه ملح كده عشان نسيت اقول لكم. والناس اللي بتقول البسكوت مش بنضيف له بيكنج باودر، انا هقول لكم انا ليه بضيف للبسكوت بيكنج باودر ومش بضيف كتير. هنا معايا كده معلقتين متوسطين من النشادر، والبيكنج باودر انا بحط حوالي معلقه متوسطه برضو. وهنا بقى هقلبهم، اديهم تقليبه كده كويسه. واول مره احط سكر بودره. تمام، انا كل مره بعمل العصير البرتقال، لان انا بعمل بسكوت بالبرتقال فبضرب السكر معاه. فهنا هضيف لكل كيلو من الدقيق كوبايه وربع من السكر البودره. وبما ان طبعا هضيفه على الدقيق فانا هزود شويه، فهضيف بالظبط 3 كوبايات من السكر البودره على الدقيق. طالما سكر بودره يبقى ضيفيه عادي على الدقيق مفيش مشكله، واديهم تقليبه كويسه. واهم حاجه لو مش سكر بودره يبقى هتضربيه مع عصير البرتقال اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. كل كيلو دقيق هضيف له كوبايه وربع من الزيت، بما يعادل 350 جرام من الزيت على الكيلو. تمام. وهنا هحط بقى روايح برتقان، جايبه اللي هي روايح الزيت دي، مش هحطها كلها عشان طبعا ما تديش مراره، لان انا عامله بشر 4 برتقانات. بيدي طعم تحفه للبسكوت، بيبقى تحفه. بس اهم حاجه ابشريه بالمبشره الرفيعه، علشان لما بيكون قطع كبيره بالمبشره الكبيره بتلاقيه باين اصلا في البسكوت كده، وممكن يتحرق منك، اعطي شكل مش لطيف كده في البسكوت بعد ما يستوي. وهنا بقى هدي تبسيسه كويسه لحد ما اخلط الزيت كده مع البسكوت. هنا ضفت 700 جرام من الزيت، اضافه الزيت كلها على ال2 كيلو بسكوت. بس دي كل الحاجات اللي انا ضفتها على البسكوت. وهاخد بقى العجينه اركنها على جنب. ده البرتقان اللي انا بشرته، خدت منهم 2 بس، قطعتهم كده وحطيتهم في الخلاط. وهنا هنزل ببرتقان او يوسفي اي حاجه. نزلت بفانتا برتقان، اي حاجه خاصه بالبرتقان او اليوستفندي، ممكن تقدري تجيبي سبيرو اي حاجه. تمام. وهضربهم كده في الخلاط. كنت طبعا بضيف السكر واضربهم في الخلاط لما بيكون السكر حبيبات، لكن السكر كده كده معايا كان بودر، فضفته على الدقيق عادي مفيش مشكله. كده او كده الطريقه بتبقى ما شاء الله ناجحه. وانا عايزه اقول لكم ان اول مره اضيفه بودر، كنت بضيفه حبيبات مع العصير، بس التجربه ما شاء الله ناجحه وتمام ومظبوطه. والمقادير ما شاء الله بتاعه البسكوت مظبوطه. اهم حاجه تابعي عشان عجينه البسكوت بتبقى مختلفه شويه. وهقول لك ليه عجينه البسكوت بتطلع معاكي منفوشه. السبب في نفشه البسكوت، تيجي ما تلاقيش فيه شكل خالص. وكمان ضفت فروتي برتقان، دي في بقى طعم البرتقان بيبقى مخليه رهيب، وكمان روايح البرتقان. فعايزه اقول لك البسكوت بتاعك هيكون طعمه برتقان وجميل. في ناس طبعا بتحبه بجوز الهند فبتضيف جوز الهند مفيش مشكله، هتلغي طبعا البرتقان من الوصفه خالص. لكن انا بصراحه بحبه بالبرتقان، بحس ان ليه طعم تاني مختلف. والناس اللي بتحبه بالنشادر بس ما بتحبش تضيف برتقان ولا اي حاجه، ده راجع ليكي. بس دي طريقه البسكوت بالبرتقان. انتي في ناس طبعا بتحب تعمله بالميه بدل الاضافات دي كلها وتضيف جوز الهند، مفيش مشكله، ده راجع ليكي. والميه مش بتكون كتير، لان كيلو الدقيق بياخد من كوبايه وربع الكوبايه وربع من الميه او العصير اللي احنا هنعمل بيه البسكوت. وانا بسيت البسكوت على اساس ان انا لما اجي اعجن عجينه البسكوت يبقى انا مجهزه العصير البرتقان، لان انا لسه ما عجنتش البسكوت. عملته بس كده عشان اخد كله ورا بعضه وركنته على جنب. طبعا ريحه البرتقال مع الدقيق هتتفاعل مع بعض كده، هيدينا طعم اقوى. وركنت العصير على جنب لحد بقى ما اخلص الكحك. هنا معايا بقى الملبن. بصوا بصراحه ما كانش عندي خلق ان انا اقعد بقى اعمل كور ملبن صغيره، فقلت لا انا هاخد بالمعلقه كده واحط على طول في الكوره اللي هعملها بتاعه الكحك.
والكحك ما شاء الله عايزه اقول لكم كان ريحته تحفه. وحاولي طبعا عجينه الكحك كده مغطياها بكيسه، لان احنا في التوقيت الشتوي ده الجو شتاء، العجينه بتنشف، فمحتاجه العجينه تبقى طريه معانا شويه. وخدوا بالكم عجينه الكحك تبقى طريه، عجينه البسكوت لا، البسكوت بيبقى محتاج العجينه بتاعته تكون ناشفه شويه، وهقول لك ليه بتكون ناشفه شويه. بصوا سيبوا الحاجات اللي هي بتاعه البسكوت ان شاء الله هنقولوها برضو في البسكوت. وهنا باخد قطعه صغيره من الكحك كده، من عجينه الكحك، وادخل فيها صباعي بحيث ان انا اعرف احط الملبن، وبحط الملبن بكميه مش كبيره. انا عايزه الملبن ما يطلعش من العجينه ويبقى يعني اللي هو لما بيطلع بقى بره العجينه بتلاقي العجينه شكلها مش حلو، اتحرقت كده. فاحنا نحط الكميه قليله ونقفل بقى الكحكايه كده من الجنب من تحت، وبعد كده نكورها ونحطها على جنب. هنا زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا اقفلها كويس، تقفليها كويس كده، وتيجي برماها بايدك، لفاها كده كوره وحطاها، وهنضغط عليها دلوقتي بالمكبس. الناس اللي بتحب تنقش مفيش مشكله، بس المكبس بيسهل علينا حاجات كتير. وان انت بجد تعملي حاجتك في البيت بجد ما شاء الله اللهم بارك، بتطلع احسن من بره، وبتعملي كميه على فكره. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، ال2 كيلو عملوا لي كميه حلوه جدا. يعني انت لو عايزه تجربي في كيلو انت ممكن تعملي كيلو، هيعملوا لك كميه كويسه. احنا تقريبا كل الناس ما عادش زي الاول، الناس كانوا الاول بيعملوا بال10 كيلو كحك، وخصوصا العائلات الكبيره كانوا بيعملوا بالشوله ويقعدوا طول اليوم شغالين. لكن دلوقتي كله بيعمل بالكيلو وال2 كيلو، كله بقى يعني اللي هو بيعمل كميات صغيره. وكمان مع غلو الاسعار السمن والحاجات دي كلها، فالناس اغلب الناس بقت بتعمل كميات صغيره. لكن بالنسبه للناس اللي بتحب تشتري بقى، عايزه اقولك بجد والله لو جربتي ان انت تعملي، انا عايزه اقولكم ان انا كنت بشتري بصراحه قبل كده، بس ما كنتش بشتري كتير، كنت بشتري كيلو، نص كيلو من كل مثلا حاجه او كده. انا ما كنتش ببقى مستمتعه، لا ايه ده حبات صغيره، يعني كبرهم كام يوم بتوع العيد، يومين 3 في العيد وخلاص على كده، ومش هتقدري كمان تقدمي منهم لحد، بتلاقي الكميه صغيره. لكن بجد لما بتعملي في البيت بتبقى ما شاء الله اللهم بارك الكميه حلوه. هنا طبعا بعد ما كورت كله كده في الصينيه، بدات اديه كبسه كده بالمكبس، بيبقى تحفه. والمكبس ده بيوفر عليكي وقت كتير بدل النقش. خلصت كده اول صينيه ودخلت على تاني صينيه، وبالظبط اخر صينيه عملتها شغلت على طول الفرن. يعني كنت في اخر صينيه شغلت بقى الفرن وحطيت الكحك بيبقى ناره هاديه، ما ينفعش تعلي عليه النار قوي، النار هاديه من فوق، انا بشغل عليه من فوق ومن تحت، وبعمله في الفرن الغاز، الفرن الكبير. لو انت برضو فرن بوتاجاز هيبقى هادي من فوق، وتشغلي الشعله من فوق برضو هاديه، النار بتكون هاديه. وكده كده مش بياخد منك وقت غير القراقيش، لان بيبقى فيه الماده الدهنيه فيه كتير، فطبعا الحاجات اللي بيبقى فيها ماده دهنيه عاليه بتستوي بسرعه ما بتاخدش نار. هنا بقى هدخل على البسكوت، زي ما احنا كنا باسين الدقيق مع بعض، وكان بالنسبه لي فاضل صينيه واحده بس هدخلها الفرن، كانت في صينيه في الفرن وكانت اخر صينيه هدخلها الفرن. بدأت بقى اعجن البسكوت كده، وعايز اقول لكم ان انا طبعا ضفت بالظبط كوبايه وربع من العصير البرتقال، بس ضفت كوبايه وربع وكوبايه، يعني كوبايتين وربع، عشان انا محتاجه العجينه بتاعتي، لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. ففي دقيق بتلاقيه ناشف معاكي، وفي دقيق مجرد ما تحطي له مثلا كوبايتين من العصير بتلاقيه بدأ يطرى خلاص. فانا محتاجه ان العجينه تكون مفروله شويه مش طريه. فبصوا زي ما انتم شايفين كده مختلفه تماما عن عجينه الكحك، تحسوا ان فيها فروله، والفروله اللي بتبقى فيها ديت بتخلي البسكوته طالعه معاكي مخرشفه من فوق كده، فيها خرشفه، وبتطلع البسكوتيه معاكي حلوه. هتشوفوا دلوقتي البسكوت هيطلع معايا ازاي، وبيبقى جميل، وبتكون البسكوتيه خفيفه كده ورقيقه، ما بتتخنش بقى معاكي. يعني لما العجينه بتكون ناعمه بتلاقي المكنه بقى، وكمان المكنه بتديها سنه نعوميه. هنا ما شاء الله اللهم بارك كانت دي اخر صينيه، وهطلع دلوقتي صينيه تانية، وركبت المكنه الكهرباء. عايزه اقول لكم المكنه الكهرباء دي ما شاء الله اللهم بارك حلوه جدا. فاكرين المكن بتاع زمان ده اللي هو دراعك يقف فيه؟ في ناس طبعا لسه عندها المكن ده، فبجد والله لو في ايديكم فرصه ان انتوا تجيبوا المكن بتاع البسكوت الجديد ده بجد والله هاتوه. هنا ما شاء الله الصينيه كانت طلعت من الفرن تحفه، بصوا واخده اللون، يعني انا عاطيها اللون اللي هو الذهبي كده، فشكل الكحك تحفه.
فعايزه اقول لكم المكنه دي ما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا يبارك والله العظيم. اللي قال لي خدي المكنه دي على ضمانتي ايام ما كنت بجهز، كان عاجبني مكن كتير وفي مكن مولونكس وحاجات كده مكن بلاستيك، بس بصراحه قال لي خدي المكنه دي وبجد والله هتدعي لي، وفعلا لحد دلوقتي بدعي له لانه ما شاء الله اللهم بارك. شغاله معايا لحمه، شغاله بسكوت، بصوا شغاله كل حاجه معايا. اللي انا كنت عايزه اجيبها كانت في انواع مولونكس وانواع تانية كده بلاستيك، هي كان في الشكل شكلها حلو، لكن في الاستخدام قال لي بلاشها، اسمعي مني بلاشها. في الاستخدام لا مش حلوه، ما بتضربش، ما عندهاش كفاءه الضرب، وكمان لدرجه ان هي البسكوت مش بتعمله كويس، وما فيهاش الاسلحه بتاعه البسكوت دي. يعني في ناس حتى ممكن تكون جايبه الماكينه ديت ففعلا ما عندهاش الاسلحه بتاعه البسكوت، مش موجوده فيها اصلا، وش البسكوت ده مش موجود فيها، وحتى ما بتقومش اللحمه. فما شاء الله والله ربنا يبارك له، بجد المكنه دي تحفه. وقبل ما تجيبي اي حاجه اسالي على الحاجه، خصوصا الكهرباء. هنا بقى هعمل كده اقطع البسكوت، وعايزه اقول لكم بقى ليه انا حطيت بيكنج باودر للبسكوت. لما بحط بيكنج باودر للبسكوت احيانا البسكوته بتطلع نافشه شويه، تمام؟ فانا لما تطلع البسكوته نافشه مني شويه، البيكنج باودر لما حطيته هيدي للبسكوته خفيه ويخليها هشه من جوه مش مكتومه. فعرفتوا بقى هدفي ان انا احط البيكنج باودر، بس مش بحط بكميه. يعني مثلا على 2 كيلو دولت انا حطيت نص الباكت، اللي هي معلقه متوسطه، حاجه يعني حاجه بسيطه كده مش هتعمل اي حاجه، تدي بس البسكوته هشاشه زي ما قلت لكم، لان في ناس مش بتعرف بقى تعالج البسكوت، خلاص هو طلع منفوش مني فانا مش عارفه اعالجه، فهيطلع معاكي البسكوت حتى لو نافش شويه بس هيطلع معاكي هش كده وخفيف. زي ما عملت عند ماما، حطيت برضو شويه من البيكنج باودر، طلع برضو البسكوت بتاعها نافش شويه بس طعمه خطير وهش وخفيف، عجب ماما. يعني قالت لي لا هو انا البسكوته خفيفه معايا، فده الهدف من البيكنج باودر اللي انا بضيفه على البسكوت. وكمان البيتي فور برضو على فكره بضيف له نطره من البيكنج باودر، برضو بيديله هشاشة بسيطة وبيخليه جميل، ولا بيفرش ولا اي حاجة ولا بيجراله اي حاجة. هنا بقى قطعت كده البسكوت، وهبدأ بقى خلاص احط صينية بصينية، وهنا دي تاني صينية كده. ما شاء الله اللهم بارك، عجينة البسكوت ماشية معايا سلسة والمكنة تمام. وزي ما قلت لكم زمان بقى كانوا يقعدوا بقى يشتغلوا طول النهار بالمكن وما كانوش بيعملوا الكميات الصغيرة دي، ربنا يقويهم. دلوقتي التكنولوجيا والحاجات دي سهلت علينا كتير، يعني احنا بقينا يعني عايشين في رفاهية شوية عن زمان. كانوا زمان زي ما قلت لكم بيقعدوا بال10 كيلو وال20 كيلو والشوالة الكبيرة دي، ويفضلوا طول اليوم شغالين بقى في البسكوت والكحك والحاجات دي. لا احنا ممكن ساعتين 3 نعمل بسكوت وكحك يعني ممكن يوم كامل نعمل كل حاجات بتاعة العيد، لان احنا بنعمل حاجات بسيطة. انا هنا عملت 2 كيلو كحك و2 كيلو بسكوت، وبرضو البيتي فور كده كده معروف هنعمل منه على حسب قالب الزبدة اللي معانا، وكده كده قالب الزبدة ما بياخدش ازيد من كيلو وربع دقيق او كيلو ونص دقيق على حسب التشكيل اللي انت هتشكلي بيه. عايزه اقول لك بعد ما بعجن البسكوت بسيبه بالظبط ربع ساعه و10 دقايق العجينه كده تهدى وترتاح، وبعد كده اشتغل بيها على طول. هنا ما شاء الله اللهم بارك، بصوا في حبه كده في الصينيه اتحمشوا بس مش قوي، قلت دولت بقى خليهم على جنب يبقوا يدوقوهم. هنا ما شاء الله الكحك بتاعي كان خلص، وطبعا ما رضيتش ان انا بصوا دايب، ما شاء الله اللهم بارك شويه كحك يعني بصوا، ولا ما شاء الله ما فيهمش غلطه. وزي ما قلت لكم اللي يهمني كله في الموضوع راي جوزي في الموضوع، ان الكحك عجبه والبسكوت عجبه، وانا بتبسط جدا لما هو بيقول لي ان الحاجه عجبته، بس ده اهم عندي من اي حاجه تانية. وربنا يديمنا في حياة بعض، وربنا يبارك لي فيه ويحفظه يا رب بحق الأيام المفترجة دي، ويوسع رزقه اللهم آمين، ويريح باله يا رب. هنا بقى هبدأ أشيل الكحك كده، وطبعا بشيله بحط عليه السكر. سبته لما هدى خالص زي ما انتوا شفتوا كده بعد ما خلصت البسكوت خالص، وهبدأ بقى أحطه كده كيسة جوه العلبة، وابدأ بقى ايه أحط طبقة طبقة كده، وارش عليها سكر بودره. وسكر البودره حاولي ترشيه زي ما انا بعمله كده، تنخليه على الكحك بحيث انه طبعا بيبقى فيه كلاكيع كده، انت مجرد اصلا ما بتعملي سكر بودره وتسيبيه نص ساعه او على جنب ساعه بتلاقيه عمل تكتلات، اللي هي القطعه دي الكتل دي، فانتي او كلكع منك، فانتي هتمسكي كده ايه مصفى وتبداي بقى ايه
المصفى السلك ديت، وتبداي كده ان انت تنخلي عليه السكر البودره بس، وتقفليه كويس بالكيس كده، وتبداي تغطيه بس، وما شاء الله بيبقى جاهز معاكي للتقديم. وانا بجد يعني ناعيه هم ان انا كويس ان انا عملت في اخر ايام، لانه كده كده كان هيتاكل، لو عملت بدري كان هيتاكل. والبسكوت طبعا حطيت كيسين كده عشان الكياس عندي صغيره، حطيت كيسين في قلب العلبه، وهبدا كده افضيهم. ما شاء الله اللهم بارك، ال2 كيلو بسكوت عملوا لي كميه كويسه جدا. انا بحب بسكوت البرتقال جدا، فلما كنت بشتري كيلو انا بحس ان الكيلو مش عامل لي اي حاجه، يعني الكيلو بيبقى حاجه بسيطه زي ما قلت لكم، يومين 3 العيد كده وخلاص، كل سنه وانت طيبه بقى، مفيش. وغير كده الاسعار بقت غريبه، يعني الاسعار طبعا هي مش غريبه مقارنه بقى باسعار السمنه والحاجات والمكونات. انت كده كده لما بتجيبي بتدفعي برضو مبالغ، بس بتعملي كميه، بيتعمل معاكي كميه حلوه. فبجد والله اللي يقدر يعمل في البيت يبقى احسن بكتير، حتى لو هتعملي نص كيلو دقيق بس افضل لك بكتير. يعني نص الكيلو الدقيق ده ممكن يقطع لك كيلو، لانك طبعا هتضيفي السوائل والسمن والحاجات دي كلها، فهيعمل لك كميه محترمه. ودولت شويه البسكوت اللي خدوا مني لون شويه كده، خليتهم على جنب، قلت ادوقهم منه، بس هو ما اتحرقش ولا حاجه، هو لونه اتحمى شويه بس. على فكره بحب البسكوت بالطعم ده. شلت الكحك وشلت البسكوت. وعايزه اقول لكم طبعا ان انا ما عملتش البيتي فور في نفس اليوم، انا بس حبيت انزل لكم البيتي فور عشان يعتبر يعني نزلت لكم كل حاجه انا عملتها. انا عملت البيتي فور تاني يوم، عملت ليا بقى والماما، وعملت كمان معاهم الشكلمه. تمام. فعملت طبعا لماما الاول، ومرات اخويا كانت جايه تعمل معايا يعني، فعملت لها العجينه بتاعتها نفس المقادير بتاعتنا برضو. هنشتغل بكيس الحلواني، عشان كده بقول لك قالب الزبده على حسب الطريقه اللي انت هتعملي بيها. في ناس طبعا بتعمل بالمكنه فالعجينه بتكون ماسكه شويه، لكن الناس اللي بتعمل بكيس الحلواني العجينه بتكون طريه. هنا هاخد قالب الزبده ده كيلو، وزبده جنه عملت بيها السنه اللي فاتت وعجبتني قوي، كانت جميله. طبعا فيرن مقاطعه فانا ما جبتهاش، جبت طبعا اللي هي جنه، وما شاء الله زي ما قلت لكم عامله بيها السنه اللي فاتت تحفه. هقول لكم بقى مقادير البيتي فور كده معايا. انا نزلت بقالب الزبده ده كيلو، نزلت بيه كده في العجان وهضربه ضرب كويس قوي. ومعايا 4 بيضات، هاخد 2 كاملين و2 هاخد الصفار بس، عشان كتر البياض في البيتي فور ما بيبقاش حلو وبيخليه ناشف، فاحنا هناخده 2 و2. تمام. وكده كده البياض مش هنرميه، هنعمل طبعا شكلمه، احلى شكلمه طبعا جوز هند بتبقى تحفه. وبرده بضيف للبيتي فور زي ما قلت لكم بيكنج باودر، في ناس ما بتضيفلوش، عارفين انتوا، بضيف له بطرف المعلقه كده، يعني حاجه لا تذكر، سنه صغيره. وطبعا بضيف ذره من الملح كده، وضفت 3 باكيتات كده من الفانيليا. تمام. او ممكن لو بتحبي فانيليا السايله، بس انا بحب الفانيليا البودر، طول عمري احب الفانيليا البودر. هنا هضرب الزبده كده كويس قوي لحد لونها ما يفتح معايا، واحس ان هي لونها بقى ابيض كده. طبعا لو انت ما عندكيش عجان ولا عندك مضرب مفيش مشكله، انت هتضربيها بايدك كده هتطلع زي الفل معاكي، والبيتي فور هيطلع ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم انا عملت لجارتي وكانت يعني قالت لي الزبده عايزه اعملها انا، فهي بصراحه عشان كميه الزبده ما شاء الله هي عامله قلبين زبده، كميه الزبده كانت كتير، فهي حطتها في بلاستيكيه كبيره وربتها بايدها. كان زمان امهاتنا بيعملوا كده، اي حاجه بيربوها بايديهم كده، ويبداوا يدلكوها كتير قوي لحد ما تسيح معاهم. فكانوا بيعملوا البيتي فور وكانوا بيعملوا الحاجات دي، وكانت بتطلع ما شاء الله برضو حلوه. فهي عملتها وعملت لها البيتي فور، بس طبعا عملته لها بالمكنه، كانت عايزاه بالمكنه. فما شاء الله ضفت لها على ال2 قالب زبده اللي هم ال2 كيلو، ضفت لها بالظبط 3 كيلو دقيق، وضفنا 10 بيضات، 5 كاملين و5 صفار بس. وعايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، البيتي فور بتاعها برضو طلع خطير، ربنا يبارك لها يا رب، وبألف هنا على قلوبهم. هنا هنضيف ال2 سكر بودرة زي ما قلت لكم، وهنضيف بالظبط على قالب الزبدة كيلو وربع من الدقيق. وطبعا هضيف السكر الاول يتضرب مع الزبدة، وبعد كده هضيف البيض، وضفت الفانيليا على البيض وقلبتهم كده كويس. عايزه اقول لكم برضو ان العجان بتاعي مش كبير، يعني اول برضو ما كنت لسه بتجوز كانت لسه العجانات يعني ما كانش فيه الاحجام الكبيره، فيه دلوقتي ما شاء الله اللي بياخد 5 كيلو و10 كيلو ما شاء الله اللهم بارك.
فبجد العرايس اللي لسه بتجهز كده وبتجيب حاجتها بجد استكبر، يعني هاتي الحاجات الاكبر. بجد العجان تحفه في العجن وفي الكيكات وان انت تعملي فيه حاجات الكحك، حاجات العيد والحاجات ديت، ممكن تعملي فيه العجينه. لا بصراحه هو جميل جدا، حلو قوي بصراحه. في حاجات كده لا غنى عنها. هنا البيضتين التانيين خدت الصفار بتاعهم وسبت البياض، وكده كده لما انا عملت الماما برضو باقي بياضين فهنعمل بيهم شكلمه. وهنا برضو البوله دي كنت عامله فيها، خلصت مرات اخويا كانت قاعده بقى بتقطع كده قدام الفرن، وقلت لها انا هعمل بقى البيتي فور بتاعي عبال ما تخلصي عشان ناخد بقى ايه كله ورا بعضه كده، والشكلمه معاهم كمان علشان اللي هو ايه نبقى خلصنا. بصراحه كنت عايزه اعمل الغريبه بس مشكلتي ما عنديش سمن فلاحي، خلاص خلصت. عندي زبده لسه بقى هعملها سمن فلاحي ان شاء الله ونعمل بقى. بس انا مش هعمل الغريبه كتير، يعني انا هعمل نص كيلو دقيق. فبالظبط هقول لكم بقى مقادير الغريبه عشان لو في ناس حابه تعملها. الغريبه الكيلو الدقيق عليه نص كيلو سمن فلاحي، وعايزه اقول لكم ان الغريبه يا جماعه ما تنفعش غير بالسمن الفلاحي، تبقى ليها طعم تاني. يعني السمن اللي هو مثلا جنة او اي حاجه تانية، اي سمن تاني، اي سمن نباتي لا، هي بصراحه الغريبه سمن فلاحي. نص كيلو يعني الماده الدهنيه نص كميه الدقيق، والسكر نص كمية المادة الدهنية. يعني كده بالظبط كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة عليه ربع كيلو سكر بالظبط. هتطلع معاكي الغريبة تحفة. وطبعا بنحط ايه باكيتين فانيليا كده بيدوها ريحة حلوة قوي، بتطلع معاكي الغريبة دايبة. الغريبة بتطلع معاكي ناشفة، ده زيادة سكر، ما تزوديش السكر كده بيبقى معقول. طبعا شفتوا رشة الفانيليا اللي انا رشتها على الدقيق حاجة بسيطة كده، وما بتعملش ما بتأثرش برضو في البيتي فور خالص، وبتخليه تحفة. هنا بقى خلاص عجنت عجينة البيتي فور وخلاص جاهزة على التقطيع. هحط بقى في كيس الحلواني على طول. انا جبت كيس حلواني جديد كده ما شاء الله جميل، كيس الحلواني ده تحفة. جوزي جابهولي قلت له كان فين ده بجد، لان كيس الحلواني اللي عملت بيه السنة اللي فاتت بجد كان تعبني يعني دوخني شوية. وعايزه اقول لك بقى لو انت هتعملي بمكنه البيتي فور يبقى هتضيفي كيلو ونص دقيق، لان مكنه البيتي فور بتبقى محتاجه العجينه ناشفه شويه. وهتضيفي ايه، وممكن كمان تضيفي اقل من ربع كوبايه سكر بودره، عشان طبعا يطلع معاكي القوام قصدي الطعم مظبوط. تمام، ده انت لو هتعملي بمكنه البيتي فور المكنه العاديه بتاعتنا. لكن لو بكيس الحلواني المقادير اللي انا قلتها لك دي مظبوطه. هتضيفي ربع كوبايه سكر او اقل شويه وربع كيلو دقيق، وهيطلع معاكي المقدار مظبوط، وهيطلع معاكي البيتي فور هش وجميل. صراحه عايزه اقولك تقطيع كيس الحلواني ده بيبقى سهل جدا. وبصوا انا هعمل نفس الرسمه دي في كل البيتي فور اللي هعمله. وكمان اخر حته عجينه كده عندي معلقتين كاكاو. كان عندي بصراحه كام معلقه كده، قسمت جزء عملناه لماما، وفاضل عندي شويه كاكاو كده هاخد منهم شويه واحطهم على اخر قطعه عجين. بس عايزه اقول لكم يعني ان هي برضو هتنزل من كيس الحلواني هتبقى مظبوطه، قوامها مظبوط. بس كده، وهعمل بنفس الطريقه دي، مش هعمل اشكال تانية ولا اي حاجه. طبعا البيتي فور في الفرن كده. نبدا بقى نعمل الشكلمه، وهقول لكم على مقادير الشكلمه. والبيتي فور برضو النار بتكون عليه هاديه، ومش بياخد ازيد من 5 دقايق في الفرن. الصينيه مش بتاخد ازيد من 5 دقايق في الفرن. وطبعا انا بكون النار هاديه من تحت، وبحب اشغل عليه من فوق برضو نار هاديه جدا جدا جدا. في ناس طبعا بتكتفي ان هي تشغل النار من تحت ومتشغلش عليه من فوق، بس انا بحب اشغل عليه النار هاديه من فوق كده، هاديه خالص، شعله بسيطه يعني. هنا معايا المقدار بتاع الشكلمه بقى ربع كيلو جوز الهند. تمام، انا هنا حطيت الاربع بياض بيض، حطيتهم كلهم، حطيت طبعا عليهم فانيليا. وهبدا بقى ايه اديهم ضربه حلوه قوي كده في العجان. وتقدري بقى لو عندك مضرب يدوي كده اضربي برضو البيض فيه، بس المضرب الكهرباء هينجز معاكي شويه. وهنزل بقى بالظبط الكوبايه الا ربع من السكر على الربع كيلو جوز هند، كوبايه الا ربع من السكر. والمج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه شاي ده ممكن تضيفيه سكر،
بس ما تزوديش السكر، لان انا يعني عايزه اقول لكم ان انا مره جيت اعمل شكلمه، هو انا غلطه مني ضفت المقدار بتاع السكر مرتين، فزياده السكر في الشكلمه بتنشفها، تخليها ناشفه حجره. فانا غلطتي ان انا معرفش انا ايه اللي حصل لي، ضفت السكر مرتين فكانت ناشفه جدا جدا. سكر بقى مع الجوز الهند لما دخل النار اتكرمل فمسك فيها قوي. الاضافات اللي انا ضفتها دي ما شاء الله بتطلع شكلمه معايا مظبوطه. يبقى النص كيلو من جوز الهند ناقص شويه، ما حطيتش النص كيلو كامل، انا حطيت بالظبط، سبت شويه كده علشان عايزه اعمل بيهم ازين بيهم البيتي فور. تمام. فضفت عليهم كوبايه من السكر البودره، وخليت شويه من جوز الهند، وضفت 4 بياض البيض اللي موجود عندي. وكده بالنسبه لي جوز الهند بيبقى جاهز، وبضفت اللي هو الفانيليا بس. وعايزه اقول لكم لا بتبقى زفره ولا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه، وتيجي تاكليها كده زي الجوز الهند اللي بنشتروها من بره، تيجي تاكليها كده تلاقيها طريه وبتفرول معاكي. وهنا بقى بضغط الكوره كده، مش هينفع ان انا اكورها بايدي لانها مفروله، فانا بديها ضغطه كده وببدا اكورها بايدي واضغط عليها جامد قوي واحطها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، تبقى معايا حلوه جدا. وهي بتاخد نار حوالي 5 ل7 دقايق في الفرن، ما بتزيدش عن كده في النار، 5 أو 7 دقايق. هنا كانت جاهزه، وطبعا دخلتها الفرن بعد البيتي فور، وما شاء الله اللهم بارك طلعت معايا حلوه جدا. بصوا بقى وهي في الفرن ما تحاوليش ان انت تشيليها من مكانها، لان بصوا في واحده مفرفته هناك كده كنت بحاول اشوف بس لونها من تحت، فطلعت معايا ثابت بقى. فقلت دولت يدوقوها يجربوا فيها الطعم. بصوا اي حاجه كده بتلاقيها مفشكله بخليها لهم على جنب كده كتجربه يدوقوها. جبت العلبه بتاعتي، وطبعا بعد ما هدت خالص بردت، بدات بقى ارصها كده في العلبه، تبقى جميله. تقدري تحطي فوقيها كريز مفيش مشكله، ممكن تحطي فوقيها زبيب، ممكن تحطي جواها مكسرات، او فوقيها كده لوز، اي حاجه عندك ممكن تقدري تحطيها، بس انا اكتفيت ان انا اعملها ساده كده، بيبقى طعمها جميل. بكون فدتكم كده في الحاجات ديت. والناس اللي لسه بقى بتعمل شغاله ما شاء الله، في ناس اصلا مزاجها ان هي تعمل يوم الوقفه، بالنسبه لها ده بيبقى متعه ان هي تشغل ليله العيد بقى وتكبيرات العيد ويعملوا الحاجات دي في الوقفه او قبل العيد بيومين. في ناس مزاجهم كده قوي ما بيحبوش يعملوا في الاول. فربنا يعين الجميع. وما شاء الله اللهم بارك البيتي فور طلع معايا ما شاء الله اللهم بارك تحفه، وهش وطري وجميل بقى. واقف على التزيين ان شاء الله بقى ازينه، بس انا كنت تعبت وعايزه كمان اصلي، مش عايزه بقى اضيع اللي هي الليالي بقى الوتريه دي. ربنا يتقبل مننا صالح الاعمال يا رب، ويجعل صلاتنا وصيامنا وتقربنا الى الله في ميزان حسناتنا. ما نخرجش من رمضان غير واحنا مغسوله ذنوبنا كلها يا رب، ومتنقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب، اللهم امين. يا رب في الفيديو ده اكون قدرت كده افيدكم، ويا رب دايما فيديوهاتي تكون خفيفه على قلوبكم وبتستفادوا منها وبتاخدوا كده معلومات منها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.